وارتباطا دائما بموضوع الاستثمار، مشاريع احتضان المغرب لمونديال 2030 تعزز مختلف الاستثمارات القائمة في المملكة. الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بشكل متوالي في الأيام الماضية بالعديد من المدن التي ستستضيف فعاليات المونديال المقبل تطرقت إلى مختلف المشاريع والاستثمارات المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي. حسام القوسي. فاس، الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير ثم مراكش، 6 مدن بخصوصيات مختلفة لكل واحدة مؤهلاتها ودورها في تنظيم كأس العالم 2030. مؤهلات وأدوار تم الوقوف عندها في دار الاجتماعات الموسعة التي استعرضت آخر الاستعدادات لاستقبال منتخبات العالم. الملاعب أولا التي تعرف تأهيلا شاملا إلى جانب بناء ملعبين جديدين بمواصفات عالمية بكل من الرباط والبيضاء، وبنية تحتية واسعة من طرق وفنادق ومواصلات وغيرها وفقا لمعايير الفيفا. المحلل الرياضي والإعلامي أيمن زيزي. هي خطوة أولى مهمة وأساسية في إنجاح تنظيم كأس العالم 2030. هي اجتماعات كما قلت أساسية لأنها تتعلق بنقل كل ما يتطلب تنظيم كأس العالم 2030. تنعرفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يتساهل في أمور تنظيمية، يعني أكثر احترافية، أكثر دقة في ما يخص جميع نقاط دفتر التحملات، وبالتالي هذا يتطلب مجهود كبير من طرف المسؤولين المغاربة، من طرف جميع الوزارات والقطاعات، وبالتالي تتطلب عمل كبير. وتكتسي هذه الاجتماعات أهمية كبرى لكونها كذلك تشرك المسؤولين المحليين في هذه التحضيرات التي تتطلب ونظرا لأهميتها انخراطا كبيرا للجميع. اجتماعات على مستوى المدن أو الجهات تتبين بأنه تحضير كأس العالم لا يتعلق فقط على المستوى المركزي، المؤسسات المركزية أو المسؤولين المركزيين، بل هو كذلك مسؤولية المسؤولين الجهويين والمؤسسات الجهوية بما في ذلك الجهات والجماعات. وبالتالي هنا الكل مطالب بانخراط في هذا الورش الذي أعتبره مستعجل، لأنه فقط 5 سنوات تفصلنا عن تنظيم هذا العرس، وبالتالي تنعرفوا 5 سنوات هي مدة قصيرة جدا. وبالتالي هناك مجموعة من المشاريع التي يجب أن ترى النور. هناك برامج للتأهيل وإعادة العديد من البنيات التحتية، ليس فقط الرياضية ولكن الصحية، الفندقية، السياحية واللوجستيكية. المدن المغربية ترسم إذن مسار استعدادها لأكبر حدث ينظم ببلادنا على الإطلاق، والخطوة القادمة التنسيق بشأن الملف الرسمي الذي سيقدم للفيفا قريبا بمعية البرتغال وإسبانيا، ثم الكشف عن العرض الثلاثي النهائي والمفصل لكأس العالم 2030.